السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ في البداية نحب نصلي على النبي ونستغفر الله. بصوا يا جماعة النهاردة هنتكلموا في مشكلة العلف. ومشكلة العلف دي مشكلتها يعني جامدة وممكن تدمر لك قطيعك كله. فاحنا يا جماعة نحاولوا اما نيجوا نشتروا العلف ما نشتروش من اي حد، نشتروا من حد يعني تاجر يكون عنده الاستهلاك كتير، مفيش حاجة بتقعد عنده، اشوف الصلاحية. تمام، ما يكونش متخزن بطريقه مش كويسه. يعني اهم حاجه التاجر اللي بنجيب منه العلف ابقى انا شايف بعناية كده ايه حاطه على على طبليه خشب وبيبيع منه، ما يكونش حاطه منه للارض كده اهوت عشان خاطر ايه ما يطلعوش رطوبه وتيجي ايه الفراخ تتعب عندنا. اول حاجه تيجي بتلاقي الفرخ بياكل ومش بيكبر، دي مشكله العلف. ماشي، بس اهم حاجه تكون ايه مظبط التهويه بتاعتك عشان برضو ما نظلموش التاجر بتاع العلف ونظلمه شركه العلف. تكون مظبط التهويه بتاعتك ومظبط الحراره والدنيا تمام مظبوطه معاك. ماشي. تاني حاجه قله الاستهلاك. لو لقيت الفرخ عندك مش بياكل اعرف اللي فيه مشكله في العلف، هتلاقي ريحته متغيره، طعمه مش حلو، في حاجه ناقصاه. ماشي. هتلاقي الفرخه عندك، دي ثالث حاجه، هتلاقي الفرخه عندك الاسهال، عنده اسهال وريحه الزرق بتاعه، ريحه الزرق مش حلوه. تمام. رابع حاجه هتلاقي ايه الفرخ الريش بتاعه باهت. يعني حضرتك لو تيجي تلاقي ايه الفرخه البيضاء او البلدي بتلاقي ايه مزهزهه كده وشكلها حلو. فاما تلاقي الريش بتاعها باهت وتلاقيه فيه زي قطع كده هو، تعرف دي ايه، دي مشكله العلف. خامس حاجه زياده النفوق. بصوا يا جماعه هتلاقي الفرخ مات لوحده كده وعدد كتير بيموت. وطبعا انا زي ما قلت لكم في الاول ريحه العلف مش حلوه كده اهوت، فعلى طول فورا توقف العلف دوت وترجعه للتاجر اللي حضرتك جايب منه وتسترد فلوسك وتحاول تجيب من حد تاني كويس. لقيت اي حاجه من الخمسه من الخمسه دولت موجوده يبقى ده كده ايه مشكله علف. هتعمل ايه بقى تحل المشكله ازاي؟ هتروح هتجيب مضاد سموم بيولوجي، هتحط جرعه مضاد سموم وجرعه غسيل كلوي. هتمشي على الموضوع دوت 3 ايام هتلاقي الدنيا ظبطت معاك وبقت ان شاء الله القطيع رجع تاني زي الاول. وهتبتدي بقى تحط له برضه ايه الفيتامينات، الاملاح معدن، املاح ومعادن. وهتحط له الف د ه 3. هتبص تلاقي ايه هتلاقي الدنيا ظبطت معاك. وهتحط لهم ايه سيلينيوم. الحاجات دي كلها بقى ايه هتبتدي بقى ايه تحط مثلا سقوه بعد ايه الغسيل الكلوي والمضاد السموم. هتحط سقوه غسيل كلوي مثلا الصبح، سقوه غسيل كلوي ايه بالليل. تمام، هتلاقي الدنيا اتظبطت معاك ان شاء الله خير. واي حد عنده استفسار يتواصل معايا. وفي النهايه اعملوا لي لايك ومتابعه وشيروا الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.